النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف تاريخ الميلاد عن طريق الرقم القومي. طب الأول هو بيتعرف ازاي؟ هنا الرقمين اللي هم هنا 67 اللي هو من أول تاني رقم مع الرقم اللي بعده ده سنة الميلاد، وبعد كده الرقمين اللي بعده شهر الميلاد والرقمين اللي بعده يوم الميلاد. فأنا مادام عايز أجيب رقم جوه الأرقام فاستخدم معادلة اسمها مد، اتعلمناها الدرس اللي فات. طيب أنا برضو عايز هنا أجيب تاريخ، فلازم أبدأ الأول بمعادلة اسمها ديت. افتح هنا من فوق عشان ابقى شايف هو عايزني اعمل ايه. اول حاجه هو عايزني اجيب الير. هجيب الير منين؟ زي ما قلنا هو الرقم التاني مع الرقم اللي بعده. عشان اجيبها بركب عليها معادله اسمها مد، واعلم على الرقم القومي واعمل كوما، وبعدين اقول له هات لي تاني رقم، كوما، هات لي رقمين، واقفل القوس. نفس الكلام في المنص، اعمل معادله مد، اعلم على الخليه اللي فيها الرقم القومي، وبعدين عايز اجيب له الرقم. هو جاب لي خلاص قبلها الرقم التاني والتالت، فهنا عايز اجيب الرقم الرابع واقول له يجيب لي رقمين واقفل القوس. طب في الدي نفس الكلام، مد، اعلم على الخلية اللي فيها الرقم القومي، وبعدين هو جاب لي قبل كده الرابع والخامس، فهنا انا عايز السادس، اعمل كوما، اجيب السادس واجيب رقمين واقفل القوس بس، واعمل انتر فجاب لي السنة. طيب لو احنا نزلنا بالمعادلة هنلاقي ان هي مش هتنفع لما يبقى الرقم القومي أوله تلاتة، لأن في الرقم القومي لو حد مواليد الألفينات الدنيا بتختلف شوية. الدرس اللي جاي هنعرف ازاي نعملها.